قد تكون لاحظت من قبل ظهور تجاعيد عندما تضع يدك في الماء لفترة طويلة، ولا شك أنك تتساءل عن السر في ذلك. العلماء لديهم الجواب، فقد استطاع مجموعة من علماء المملكة المتحدة حل لغز لماذا جلد أصابع اليدين والقدمين ينكمش ويتجعد عندما تنقع في الماء. وأكدت الفحوص المخبرية نظرية أن الأصابع تتجعد لتحسن قدرتنا على قبض الأشياء المغمورة في الماء. تجعد الأصابع هو ليس رد فعل فيزيائي ناجم عن انتفاخ البشرة بسبب امتصاص الماء، لأنه لو كان ذلك صحيحا لانتفخ وتجعد الجسم كله، وهذا ما لا يحصل في الواقع. إن تجعد الأصابع هو رد فعل تلقائي يصدره الجهاز العصبي، فتصبح اليدين والقدمين قادرة على الإمساك بالأشياء والسير في بيئة مبللة. ويعتقد الباحثون أن السبب الذي يجعل الأصابع المجعدة المبللة لها القدرة على إمساك الأشياء هو أن تجاعيد الأصابع توفر ممرات للماء الذي يتجمع عليها، مما يجعل قدرتها على الإمساك أفضل. في إحدى التجارب التقط المشاركون أشياء مبللة وأخرى جافة بما في ذلك الرخام من أحجام مختلفة باليدين العادية أو بيدين سبق ونقعت في الماء الدافئ لمدة 30 دقيقة حتى أصبح جلد أصابعها متجعد. وقد كان الأمر أسرع في التقاط الرخام المبلل بالأصابع التي بها تجاعيد. ويقول عالم الأحياء التطوري البريطاني توم سمولدرز أن هذه التجارب أظهرت أن الأصابع المتجعدة تسمح بقبض الأشياء أفضل في الماء. الأمر يشبه سطح إطارات عجلة السيارة، والذي يسمح للعجلة بمزيد من الالتصاق بالطريق والسير بثبات أكبر. لقد ساعد تجعد الأصابع أجدادنا القدماء على جمع الطعام من الجداول والأماكن المبللة بالماء، ويحصل نفس التأثير بالنسبة لأصابع القدمين، والذي يمكن أن يساعدنا على المشي أفضل تحت المطر.